انتوا شايفين في عنوان الفيديو جايلكم بفكره جديده لان محدش فكر فيها قبل كده. حرفيا انا اخر واحده تعمل الفكره دي. السبب اللي خلاني اختار عربيات بالذات واحولهم لشخصيات انمي اللي نسبه الشباب اللي بتتابعني اقل بكتير من نسبه البنات، وده اداني احساس انكم يو دونت فيل انكلودد، محدش مهتم بيكم، انا ههتم. وعشان كده بالفيديو ده هحول 3 عربيات لشخصيات انمي. معانا ومعاكم كاديلاك اسكاليد اي اس في فيات 128 وزلمك. نبدا بالوحش التين. اول ما شفت العربيه وشكلها وحجمها تخيلتها كالاتي: رجل 40 اللي بيعملوا مشاريع بتبدا بواحد وجنبه 6 اصفار خضر. دولاب عباره عن بدل ديزاينر وساعات رولكس، وعنده بدله لكل مناسبه وكل ظرف. حتى لو هينزل يشتري سندوتش شاورما عنده البدله بتاعتها. هتقولي ازاي يعني هو راجل غني كده وبينزل يجيب شاورما؟ ما هو ده الجيلتي بليجر بتاعه، محدش كبير على الشاورما، عايش في بنت هاوس واللي حيطانه كلها بتبقى ازاز، بس بيحدف الناس بالطوب عادي، لان المثل بتاع اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب ما يمشيش عليه، لان الازاز ضد الكسر. وعنده حمام سباحه جوه وحمام سباحه بره. وطبعا مش محتاجه اقول ان الكلام ده كله في كومباوند اللي شققهم بتبقى ب6 اصفار برضه، بس هو ما دفعش. عارفين ليه؟ لان هو صاحب الكومباوند. 5 جد كده. هو صحيح الناس اللي بتمول مشاريع الكومباوندات والحاجات دي بياخدوا شقه فري، ما هو طول ما انا بقول عليها شقه وفري عمري ما هشمها. ما بيشيلش كاش في جيبه. كاش ايه ده يا بقول لك انا صاحب الكومباوند. انت عبيط ولا ايه؟ هزار اغنياء مالكوش دعوه بيه. ما عندوش اصحاب، مش عشان هو في مشكله ولا حاجه يبقى ليهم الشرف ان هم يصاحبوا حد زيه، بس لانه شخص ارستقراطي الناس بتعرفه بس عشان السلطه والكتمنص. فاعتزل البشر وبدلهم بكلبين دوبرمان اللي اديلهم يعني بتبقى مقطوعه دي، واللي اثبتوا وفائهم اكتر من البني ادمين. هاشتاج مفيش صاحب بيتصاحب. كل البنات هتموت عليه بس هو كارف. هو ده اللي يشغل ما يتشغلش، وضعه يسمح له قوي قوي قوي. 7 قوي. بيتمرن كل يوم، بيفوتش يوم. فري ايه يوم الفري ده؟ ما عرفوش. الفري ده للعيال التوتو. بمناسبه الكلام على الجيم، هو ليه مسلوع كده؟ فين الترابيس؟ فين المحابيس؟ محتاجه ازود جرعه التستوستيرون شويه. نركب الراس على الجسم. very handsome، بس لسه ناقصه حاجه. perfect. all boys want to be with him, all girls want to be him. ايه ده؟ ثانيه واحده نقطه بالعكس. why are you gay؟ لما لونته في المرة الأولى خليت شعره أسود والبدلة سودا. كان شكله شكل موظف حكير شغال عنده، فكان لازم أعمل له جلو أب. فاستخدمت الألوان من باليتة ألوان اللون، وعملت له خصل ذهبي عشان يعبر عن الثراء الفحش اللي هو فيه. أما البدلة عملتها لون نبيتي، هو لون مش موجود في لكن هنعتبره تحريف في اللون البامب ده. ما كانش ينفع استخدم اللون البامب ده وإلا الهبة هتروح. وغيرت لون القميص من الأبيض للكحلي عشان يزود جرعة الغموض. طب كده تبقى عرفت الخطوات لكي تصبح شوجر دادي مخضرم من بره، بس طبعا احنا عارفين البير وغطاه، بس ما تقلقش هانت قربنا. فاضل لي خط وابقى بدأت ابيع في 500 خط. نخش على الفيات 128، العربية اللي تقريبا عدت على كل عائلة مصرية، ولو ما عدتش فسوري انت فاتك كتير. فاتك انك تعرف ان في حاجة اغلى من الضنا. اعترف، ابوك كان بيخاف عليها اكتر منك تيجي فيك ولا تيجي في الصاج، لانها عمرها ما كانت عربية وخلاص، كانت فرد من العيلة. ولما تدخل على ابوك بالطلب الشهير بابا ما تجيب سوق العربية، فيرد عليك ويقول لك تعرف تسوق اصلا؟ والحاج يا عيني على نياته ما يعرفش انك خاربها سواقة مع اصحابك الصيع، فتفضل تتحايل عليه وهو يفضل مطنشك لحد ما الظهر يلعب مع ابوك ويجيب الدايولان، وساعتها بيسيب لك الفيات تعضعض فيها وتتعلم عليها السواقه. ولان اشهر لون بشوفه للعربيه دي هو اللون الفراني، اخترت اللون الفراني للون التيشيرت، وجبت اللون الازرق من اللوجو وعملت بيه بنطلون جينز. ولانها عربيه مش مبهره في شكلها خالص، قصه الشعر برضو مش مبهره. ايه ده؟ اللي كانت هنا دي اسرع شغله ما ينفعش تطلع بره. وعشان انا عمري ما شفت فيات على الزيرو حطيت له كام بلاستر على وشه عشان تعبر عن الخبطات والخدوش اللي بتبقى في العربيه من كل حته. احنا بنتعلم السواقه بقى، وكلنا عارفين انك اول ما بتستلمها بتديها وش دوكو وتغير لونها، وتكتب على الازاز من ورا على المطب بدلعها، على الغيار بولعها، بس بالراحه عليها عشان ما تعملهاش معاك، وتسميها عزيزه. مش عارفه اشمعنى عزيزه يعني، بس هي بيبقى اسمها كده. وعلى الرغم ان العربيه دي بتتبهدل جامد بس جدعه وبتستحمل، اهي دي اللي يتقال عليها صغير بس يحير. ودلوقتي معادنا مع الزلموكه مرسيدس اي 200 موديل التسعينات. اول ما العربيه دي ظهرت كل الناس كانت بتتخانق عليها حرفيا. لو كانت كلمه سيجما موجوده في التسعينات كانت هتوصف العربيه دي، عشان كده هرسم لها شخصيه سيجما زيها. ايوه انا عايز ابقى هوب هاي هاشم. اخليه شكله عشريناتي وارسم له طقم روش يكون برضو ليه علاقه بفتره التسعينات. الطقم هيكون عباره عن قميص مشجر مدفوز جوه بنطلون مهلهل شويه، وبنقرط عليه بحزام علشان يمسك المسائل، ونرفع البنطلون لحد السره. حلو الطقم. طقم روش طحن زي ده محتاج راس تليق معاه، عشان كده عملت له شعر سايح ونايح وجوز عيون حاده تذبح القلوب،
وتدوخ البنات، ولاني عرفت ان الطبقه الغنيه مهتمه بالعربيه دي فاخترت لون القميص يكون لون ملوك. حرفيا ده اكتر الوان العربيه اللي عجبت. فاكرين لما قلت لكم ان القميص مشجر؟ جه وقت ان احنا نشجره، بس حبيت اكيب ات سيمبل، وعشان كده جبت عودين ورد حطيت كل واحد على جنب من القميص. كان نفسي احط عودين جرجير بس ما لقيتش، وعشان ارش رشه شبحانه صغيره جبت الرش دي وعملت له سلسله. كده نبقى حولنا 3 عربيات لشخصيات انمي. مش هسالكم انا عربيه عجبتكم اكتر لاني عارفه ان كلهم حلوين، اهم حاجه في شغلتنا دي التواضع. لكن هسالكم شايفين نفسكم في انهي عربيه؟ هل انت زلموكه شكلك راسي وهادي من بره، لكن من جوه انت سايق على 160 في باد بوي بيفرك عشان يطلع، ولا انت فيات 128 الدنيا دايسه على وشك؟ مش محتاجه اقول اكتر من كده. اما بقى لو انت اسكاليد فنمره تليفوني 010 3. خمسة